بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم، يوم جديد كده ان شاء الله بإذن الله من عند الفراخ البيضة. بإذن الله فيديو النهاردة هيبقى فيديو حلو جدا، حباكم تسمعوا لي النهاية. فيديو النهاردة حابة اتكلم معاكم في تفاصيل كتيرة بالنسبة للناس اللي عايزة تعمل مشاريع الأيام اللي جاية، بحيث لما الجو يبدأ يتحسن فإن شاء الله بإذن الله هنحسب كل حاجة بورقة وقلم كده مع بعض علشان نشوف احنا كسبانين ولا خسرانين، ولا نستكفى بس بالتربية البيتي وخلاص. فتابعوني بقى في الفيديو ده. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه عندي اتمنى طبعا تشتركوا، اتمنى كمان اتفاعلوا باللايك كده على الفيديوهات علشان ان شاء الله باذن الله يبدا يوصل لعدد كتير، وكمان بتشجعوني ان انا اعرف انزل فيديوهات. فبالله عليكم كده انا عايزاكم كده تشجعوني كده الفتره دي زي ما قلت لحضراتكم، وكمان زعلانه منكم لاني نزلت فيديو امبارح، فيديو البكاكين. اتمنى ان انتوا تشجعونا شويه في الروتينات بقى ونغير شويه من المحتوى علشان ان شاء الله نعرف نستمر. فتعالوا كده بقى على طول هنخش على تفاصيل الفيديو. مبدئيا اللي متابع معايا عارف ان انا من الاول كنت جايبه 15 كتكوت كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله احنا كده خلاص قفلنا الشهر. هنبدا دلوقتي زي ما قلت لكم احنا كده في المرحله دي. بالنسبه لي ان شاء الله قدامي يعني ممكن 5 ايام، اقل من 5 ايام، وهبدأ بقى هذبح الدورة دي إن شاء الله، وهوزن معاكم كل حاجة. يعني هنوزن ال 15 فرخ وهنشوف كسبنا خسرنا الوضع إيه. فأنا مستنية إن شاء الله بس لما أعدي الخمس أيام دول. حاجة كمان إن شاء الله بإذن الله استنوا في فيديو بكرة هبدأ أعمل لهم الخلطة الموفرة شوية، وهقول لكم ليه عملت لهم الخلطة دي. فإن شاء الله بقى هخليه في فيديو بكرة يعني بإذن الله. طيب أنا دلوقتي حابة أحسب معاكم كل حاجة. إحنا دلوقتي أنت دلوقتي هتبقي عارفة أنت عايزة إيه بالظبط. بمعنى إيه؟ انا جبت 10 كتاكيت. ال10 كتاكيت دي انا مقدرتي هاكل 3 كيلو ونص 4 كيلو. تمام. فانت بتحسبيها. يعني انا قلت انا الدوره دي هاكلها 3 ونص، مش هزود عن التلاتة ونص. حاجة كمان ده انا ممكن اقلل ربع كيلو كمان، يعني اخلي الفرخ ياكل معايا 3 كيلو وربع على حسب وضعي. المهم ان انا ببقى عارفة انا عايزة ايه. انا الدورة اللي فاتت اكلت 3 كيلو بس واستكفيت بالاوزان دي، انما الاوزان دي انا عايزة بس اخليها تعلى شوية علشان تلم بعضيها كده، وان شاء الله باذن الله يطلع لي فيها مكسب وكده. فعلشان كده قررت ان انا هاكل 3 ونص. طيب انا لو عايزة انهي الدورة على كده اللهم لك الحمد وانا راضية على كده تمام. بس زي ما قلت لحضراتكم انا بس مستنيه شويه الفرخ يشد حيله في ال5 ايام دول ان شاء الله باذن الله هتبقى فتره تحول كمان بالنسبه للفرخ. طيب هنحسبها ازاي بقى؟ انا جبت مثلا 10 فرخات، ال10 فرخات دول هاكلهم 3 كيلو ونص علف. هبدا بقى هضرب ال3 كيلو ونص في ال3 كيلو ونص في ال13 كيلو سعر العلف. هيطلع هياكلوا بكام؟ هياكلوا ب45 جنيه ونص. هنقول ب45 جنيه. هنبدأ بقى هنضيف سعر الكتكوت 7 جنيه. المهم هيطلع لك 52، يعني الفرخة هتقف عليكي ب52. الناس اللي هتقولي طب احنا جبنا علاج ومش عارفه ايه وكلام من ده، يا ستي هنوصلها ل55. يعني دلوقتي الفرخة واقفة عليكي ب55. طيب هنيجي بقى هنحسبها سعر الفراخ، هنقول مثلا ب32. والفرخ معايا عملت 2 كيلو. هنقول بقى ايه ال 32 في ال 2 كيلو هيطلع كام؟ هيطلع معايا 64 جنيه. هتخصميها من ال55 هيطلع معاكي مكسبك في الفرخة 9 جنيه. طيب ده انا مش عايزة كده بقى خالص ال 2 كيلو دول. يبقى كده الفرخة ما كسبتش معايا مكسب يرضيني انا، ولا مجهودي ولا تعبي ولا الكلام الفاضي ده كله. على الاقل انا عايزه الفرخه توصل معايا 2 كيلو ونص. طيب وصلت معاكي 2 كيلو ونص واكلت منك 3 كيلو ونص علف، هتبصي هتلاقي مكسبك في الفرخه 80 جنيه. ال 2 كيلو ونص لو سعر الفراخ 32 هتعمل معاكي 80 جنيه. لو طرحتي بقى ال 55 من ال 80 هيطلع مكسبك في الفرخه 25 جنيه. وطبعا ده انت لو بعتي اهالي، يعني انت مش هتبيعي بقى بورصه، لان في البورصه طبعا تقريبا البورصه بتبقى اقل من كده يعني. فعلشان كده حبيت احسبها معاكي. طيب الفراخ اكلت معاكي 3 كيلو ونص وجات 2 كيلو 700، هتزيدي طبعا في الايه، هتزيد معاكي. الفراخ مثلا وصلت 2 كيلو 800 برضو انت الكسبانه. المهم كل ما ان انت الفراخ تعلى معاكي في الوزن كل ما انت كده هيبقى مكسبك كويس. طيب اجيب ولا ما اجيبش؟ الصراحه ربنا العلف غالي وكل حاجه غاليه ويعني انا زمان والله العظيم كان مكسبي الفرخه النص بالنص على طول. كان الموضوع حلو. يعني انا مثلا زمان كنت بجيب 30 فرخ كان بيطلع لي فيها مكسب حلو. كنت باخد المكسب بتاعي فراخ اكل بيتي.
دلوقتي بقى المكسب هيبقى إيه؟ يعني أنتِ لو حسبتيها كده هتبقي كسبانة إيه؟ فالله المستعان. طبعًا العلف في ازدياد، ما إحناش عارفين الفترة اللي جاية أسعار الفراخ هتبقى إيه والعلف هيبقى إيه. طيب أنا أجيب والّا ما أجيبش؟ أنا هاجيب لبيتي، هاجيب آكل حاجة نضيفة لبيتي، هاجيب برضه هيبقى فيها إن شاء الله مكسب، بس مش مكسب كتير. يعني أنا ممكن الفراخ دي كلّها يبقى مكسبي فيها هاحسبها معاكم، يعني أنا مش عايزة أقول كده إلّا لمّا أوزن إن شاء الله وأقول لكم في نهاية الدورة كسبت قد إيه بالضبط مبلغ. حاجة كمان دايمًا بانبّه عليكِ إن أنتِ تحسبي كل حاجة في ورقة وفي قلم عشان تشوفي أنتِ كسبانة خسرانة الوضع عندِك إيه. فلازم نعمل حساب كل حاجة. أنتِ طبعًا يعني إحنا برضه لو لاحظنا أنا في الفراخ دي أنا ما باستهلكش أعشاب كتيرة، ما باستهلكش خلطات كتيرة، مش عايزة أزوّد الدنيا. فباحاول على قد ما أقدر باعمل خلطات بسيطة من البيت. التوم اللي هو الفريش، بصلاية برضه فريش، بس طبعًا زي ما قُلت لكم بتبقى ليها معايير معيّنة. شربتِ شاي بقى حُطّي أي حاجة. الخل ده طبعًا متوفر في البيت كُلّه. الليمون ده أساسي معاكِ طول دورة الفراخ البيضا. شوية بقى مثلًا إيه، كركم كلام من ده، حبّة البركة. المهم يعني إن أنا برضه بند الأعشاب والحاجات دي باحاول إن أنا إيه، أوفّر فيها شوية برضه على قد ما أقدر. طيب هو أنا النهارده عملت خلطة إيه؟ أنا ما عملتش حاجة حبايبي. أنا حطيت العلف سادة خالص وحطيت لهم مَيّة سادة خالص. مش شرط كل يوم أعمل خلطات على فكرة. أو حاجة كمان ممكن أكرر أي خلطة باعملها مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع، ما فيش مشكلة خالص. الاستفادة في فيديو النهارده حبيت بس أطلع أقول لِك احسبي كل حاجة في ورقة وفي قلم. الفترة دي صعبة على الناس كلها وعلى الناس اللي عاملة مشاريع والكلام ده كله. الله المستعان بقى على اللي إحنا فيه. والله العظيم مش عايزة أقول لكم بتيجي لي أسئلة برضه بتوجع قلبي، يعني فعلًا حرفيًا بتوجع قلبي. الناس اللي بتقول لأ ده العلف غالي والفراخ غالية والدنيا غالية الله المستعان. يعني فعلًا الناس هتعمل إيه؟ لمّا شكارة العلف هتعدّي ال600 والّا ب600 يعني فاهمين؟ لأ يعني أزيد كمان من 600. شكارة العلف اللي زمان اللي هي ال50 كيلو دي كنت أنا باجيبها بالضبط ب300 جنيه وأقل من 300 جنيه والله اللي هي ال50 كيلو. فكانت الناس بتعرف تربي. فدلوقتي هنحسب كل حاجة. اللي بتجيب 15 خلّيهم 10، اللي بتجيب 10 خلّيهم قلّليهم شوية. هاجيب العلف كيلو بكيلو كده يطلع بقى مصاريف. يعني أنا دلوقتي شغّالة معاهم والله باشتري كيلو العلف. يعني أنا كنت باجيب بالشكارة، حاليًا في الظروف وفي الوضع اللي إحنا فيه ده أنا باشتري. يعني أنا اشتريت مع حضراتكم 4 كيلو ب50 جنيه. طيب النهارده آخر حبّة حطيت لهم، يعني الحبّة المتبقيين دول هاحطها لهم كده. هاجي بالليل بقى هاشتري إن شاء الله. هاقول لكم هاشتري إيه علشان ما أجيبش علف تاني بإذن الله، يعني أكمّل بقى إيه دنيتي كده. وطبعًا أنا باحسب في ورقة وقلم. هم أكلوا معايا لحد دلوقتي قد إيه علف، ومضبّطة دنيتي وعارفة فاضل لي كام كيلو من العلف. فهابدأ كده إن أنا مثلًا لو أنا فاضل لي 10 كيلو، فإن شاء الله بإذن الله هاقول لكم بكرة إزاي إن أنا أوفّر من العلف، يعني أقلل كمان إن أنا مش هاحط علف بس إن شاء الله في فيديو بكرة. يا رب فيديو النهارده يكون عجبِك حتى واستفدتِ بحاجة بسيطة. لو حد ليه أي تعليقات، لو حد عنده برضه حاجة تبدأ تفيد الناس، يا ريت برضه يكتب في التعليقات عشان كلنا نستفاد من بعضينا. بس نصيحتي ليكِ ده خير في بيتِك، دخّلي الخير. لو هتجيبي 5 فرخات إن شاء الله بإذن الله مش هتحسي بيهم، لو هتجيبي 7 فرخات برضه مش هتحسي بيهم. صدقيني كفاية إن أنا يعني حاجة كده موجودة عندِك، حد جالِك، اتزنقتِ في يوم ما فيش أي حاجة هتطلّعي وهتعملي لولادِك. حاجة كمان برضه نصيحتي أنا باعمل كده. مش شرط الفرخة ناكلوها على يوم، يعني فاهمين؟ ممكن نقسّمها على يومين، ممكن نقسّمها على 3. فإن شاء الله بإذن الله ممكن أعمل لكم فيديوهات إزاي برضه تقسّمي الفرخة وإزاي تضبّطي برضه الدنيا عندِك. أتمنى تشجعونا في المحتوى إن شاء الله اللي أنا هابدأ أنزّله جديد. أشوفكم إن شاء الله في فيديو بكرة على خير، مع السلامة.